بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الباز. وحشتوني جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. انقطعنا فتره رمضان والعيد، كل سنه وانتم طيبين. خلاص دلوقتي بقى عندنا وقت، خلصنا العبادات. دلوقتي نتكلم بقى على الوظائف وازاي هنكمل في المشوار بتاعنا اللي بدأناه من سلسله كيف تصبح مضيف طيران. النهارده ان شاء الله هيبقى فيديو مختلف، هكلمكم على بعض الاجراءات اللي بناخدها لو لا قدر الله لقينا قنبله في الطياره. هنتصرف ازاي؟ الكباتن هنتصرف ازاي؟ هل بنطلب مساعده من الركاب ولا لا في حاله زي دي؟ وهل بتفرق الاجراءات اللي بناخدها لو القنبله لقيناها واحنا لسه على الارض ولا واحنا في الجو؟ كل ده هتعرفوه النهارده، انتظرونا. اهلا بيكم مره تانية. انقطاع طويل، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. المكان مختلف اللي انا فيه لان انا مش عارف اروح الشقه اللي انا بصور فيها بسبب الكورونا والحظر، وانا شخص ملتزم جدا بالمناسبه في الموضوع دوت، فما بحبش اخترق القوانين. فانا قررت اعمل لنفسي كده شبه الاستوديو شويه. معلش لو الصوت واطي شويه، انا هحاول اعلي صوتي على قد ما اقدر، لان كل الاجهزه اللي بصور بيها حتى الاضاءه موجوده في الاستوديو التاني اللي انا بصور منه على طول كل فيديوهاتي. فمعلش استحملوني، انا مش عايز اعمل انقطاع عنكم علشان ما تزعلوش مني. ناس كتير كلمتني قالت لي انت ليه ما بتنزلش فيديوهات؟ انا بصالحكم اهو، بعمل لكم فيديو من بيتي. فرب الفيديو النهارده يعجبكم. النهارده هنتكلم على الاجراءات المتخذه لو لا قدر الله الكرو لقى قنبله او اتبلغ ان في قنبله على الطياره. لان احنا ممكن يجي لنا الخبر من خارج الطياره، يعني مثلا يجي تليفون للشركه تهديد من جماعه ارهابيه او من ناس مخربه او جماعات سياسيه ليها مطامع معينه او طلبات معينه عايزه تلبيها، او ناس عايزه تعمل قلق للشركه دي او للبلد اللي الشركه دي تابعه ليها. فممكن يحصل تليفون للشركه يقول لهم على الرحله الفلانيه اللي في الجو دلوقتي انا حطيت قنبله وبالطياره دلوقتي فيها قنبله. فالكابتن بيستقبل الاتصال من التاور او من العمليات الجويه بتاعه الشركه على الراديو بتاع الطياره، وبعد كده يبتدي ياخد اجراءات ويقول لنا احنا كمان ناخد اجراءات علشان نأمن الطياره والركاب ونأمن نفسينا. طبعا دي اول حاجه. فخلينا نقول ان في نوعين. لو احنا اللي لقيناها، لو لقينا احنا القنبله واحنا مثلا بنحط شنطه بنعمل حاجه بنشيل حاجه من مكانها، ولقينا اتفاجئنا بحاجه غريبه شكلها غريب جدا، ومفروض ان دي حاجه ما تكونش من اجهزه الطياره او من شنط الركاب وشكلها شبه القنبله، لان احنا ما بنتعاملش مع قنابل، فاحنا مش مفروض انه بنكون خبراء قنابل. فبنبتدي ناخد شويه اجراءات. هقول لكم بعض الاجراءات ديت، وفي نفس الوقت هقول لكم ايه الفرق لو احنا جالنا التهديد دوت واحنا على الارض، وايه اللي هيحصل لو احنا خدنا التهديد ده واحنا في الجو. فخلينا نبدا في الاول في الارض. لو احنا مثلا لسه بنعمل سيفتي اند سيكيورتي ولسه بنعمل سيرش في الطياره، بندور على اي حاجه غريبه او اي حاجه ما تخصش الطياره موجوده جوه الطياره، ولقينا شنطه او لقينا حاجه شبه القنبله بتفكيرنا احنا الطبيعي ان الحاجه دي المفروض ما تكونش هنا دلوقتي، فلقيناها. هل ممكن ناخدها نطلعها بره الطياره؟ احنا لسه على الارض اهو. هل ممكن نفتحها نبص جواها ايه؟ طبعا الكلام ده خاطئ تماما، ما ينفعش نلمس اي حاجه. لو لقينا حاجه زي دي مثلا في الادراج العلويه اللي بتكون فوق الركاب او تحت كرسي مثلا او في مكان مختفي في الحمام مثلا او في اماكن الجاليز او اي حاجه من الكلام دوت. البروسيجرز اللي بتتعمل لو احنا معناش ركاب، كده كده بننزل ونبلغ ان في حاجه او suspicious item احنا ما نعرفش ده ايه ومش هنقدر نفتحه جوه الطياره. فاحنا هنسيب الطياره، والناس المختصه بالمفرقعات او الناس المختصه بالموضوع دوت بيطلعوا يفتشوا الطياره تفتيش تام ويتاكدوا الحاجه دي قنبله ولا دي شنطه حد نسيها او ايا كان هي ايه، وبيتاخد الاجراء المناسب في الموضوع دوت. طيب افرض احنا معانا ركاب وابتدينا نتحرك بالطياره
وبعد كده اكتشفنا ان في حاجه غريبه في الطياره او الجسم الغريب دوت موجود في الطياره، فاحنا هنضطر ناخد الطياره ننقلها في مكان بعيد جدا في المطار. طبعا بنبلغ السوبرفايزر والسوبرفايزر بيبلغ الكابتن، او احنا على طول بنبلغ الكابتن. الاقرب والاسرع بيتخذ، يعني ما بنقعدش نسال نعمل ايه. الكابتن بياخد الطياره لحته معزوله في المطار، وطبعا بيبلغ السلطات عن طريق الراديو بتاع الطياره، بيكلم التاور، والتاور يبتدي ياخد اجراءات احترازيه ويبلغ السلطات بحاجه زي كده. وبنبتدي نخلي كل الركاب بدون لمس اي شنط وبدون لمس اي حاجه. الركاب بتنزل من الطياره، دي اهم حاجه ان احنا نحافظ عليهم. بعد كده السلطات تطلع برضو وتفتش الطياره، ولو في فعلا قنبله بتتشال بطريقتهم، لو مش قنبله بيقولوا ده انذار كاذب، او الشنطه اللي لقيتوها دي فعلا شكلها ملفت للنظر وشكلها مريب، ولكن دي مش قنبله. لحد هنا الحاجات دي سهله جدا لان احنا على الارض كل دوت. طيب لو لا قدر الله اكتشفنا حاجه زي كده في الجو، اذا كان الموضوع فولس، يعني الانذار ده طلع كاذب او طلعت فعلا قنبله، احنا على طول بننزل بنبلغ الكابتن وباقرب حته بننزل، تمام. ولكن في فرق لما احنا مثلا يجي لنا البلاغ دوت، بنبتدي نطلب من الركاب اللي قاعدين، لو سمحتوا يا جماعه نتاكد ان كل الشنط اللي معانا اللي فوق، اللي محطوطه فوقينا او تحتينا، دي شنطنا الخاصه، ومحدش يلمس اي شنطه مش بتاعته لحد ما الكرو يعمل سيرش في الطياره ويلاقي مكان القنبله، تمام. فالمفروض من الركاب ان هم هيقوموا يساعدونا في حاجه زي كده، وهيقوموا ياخدوا شنطهم يحطوها على رجليهم، او لو ليهم شنط تحت رجليهم ومتاكدين ان هي دي الشنطه ما فيهاش قنبله، لانها تبقى الشنطه دي مش بتاعت حد من الركاب، تمام. ده لو البلاغ جاي لنا من بره. طيب لو احنا بقى من نفسنا حصل اي حاجه، بنفتح الهيدريك مثلا او بنبص تحت لقينا صوت زماره مثلا او صوت بيب بيب بتاع القنابل اللي بنشوفه في الافلام دوت، ولقينا حاجه زي كده، هل مطلوب مننا نفتح الشنطه دي ونقعد نشوف نحاول نفكها بقى زي ما بنشوف في الافلام؟ طبعا دي حاجه خاطئه جدا، ولكن بنعمل اناونس او اشعار للاشخاص اللي موجودين على الطياره، ولكن الاشعار ده بيكون بسيم معين. الاشعار ده اسمه EOD. الاشعار دوت بيبقى موجه فقط للاشخاص القادرين على التعامل مع المتفجرات. فلما الشخص اللي قاعد في الطياره ده يبقى عارف ان السيم المعين ده، طبعا بيبقوا محفظينهم حاجه زي كده، واحنا لما بنقول حاجه زي كده على طول يعرف ان الكلام ده ليه، وبيعرف على طول ان في قنبله في الطياره، فيبتدي يتوجه لاقرب واحد من الكابين كرو يقول له انا متخصص متفرقعات وسمعت الاناونس بتاعكم او الاشعار اللي انتوا قلتوه، واقدر اساعدكم فين المكان الشنطه الغريبه اللي انتوا لقيتوها او القنبله اللي انتوا لقيتوها. طيب هو مش شرط يبقى كل طياره يبقى فيها واحد من بتاع مفرقعات، دي احنا بنقولها كاجراء، يمكن يكون في واحد او يمكن لا. طيب دلوقتي مفيش حد على الطياره، اذا احنا المفروض نتصرف ازاي؟ في انواع من القنابل بتبقى مربوطه بالمكان اللي هي متثبته فيه، عشان لو حد فكر يحركها من مكانها تنفجر على طول، تمام. وفي قنابل تانية بتنفجر عن طريق تايمر، يعني بعد وقت معين بتنفجر. في انواع كتير من القنابل، ولكن اللي يهمنا القنبله بتاعتنا اللي في الطياره دي هل هي كونكتد، يعني مربوطه بالسطح اللي هي محطوطه فيه، يعني لو شلناها تنفجر، ولا نقدر نحركها من مكانها. ازاي بنقدر نعرف حاجه زي كده؟ بالورقه بتاعت السيفتي كارد موجوده جوه الطياره، نقدر ندخلها تحت الشنطه دي. لو الورقه ماشيه بسلاسه نقدر نطلعها من الناحيه التانية، اذا هذا النوع من القنابل غير مربوط بالمكان اللي محطوط فيه. طيب اذا قدرنا ندخلها ولكن توقفت فجاه بسبب عائق معين رابطها في المكان دوت، اذا القنبله دي من النوع اللي ما ينفعش نحركها علشان دي فيها خطر شديد جدا ممكن تنفجر. طيب لو هي من النوع اللي بتتحرك، هناخدها ونوديها فين؟ ايه اللي هنقدر نعمله لما نحركها؟ طبعا بعد ما نكون بلغنا الكابتن وبلغنا المسؤولين او السوبرفايزر، وطبعا الكابتن بيبلغ التاور بيقول لهم ان في كذا 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 والكرو لقى قنبله على الطياره،
بياخد هو اجراءاته على طول عشان يقدر ينزل في اقرب مطار، وبيبلغوا طبعا في الطور ان هم محتاجين خبير مفرقعات. فيجي دورنا احنا بقى، دورنا ان احنا المفروض هننقل القنبله ديت من المكان اللي هي محطوطه فيه لاكتر مكان في الطياره، لو القنبله دي اتحطت فيه ما يسببش خسائر للطياره جسيمه، يعني ما يعملش مشكله كبيره في الطياره. فاحنا دورنا ان احنا ناخد القنبله دي نحطها في مكان الريسك فيه يعني اسمها ايه بقى، ليس ريسك، يعني عشان ما يحصلش مشاكل اكبر من المتوقع. مش هنروح نحطها جنب التانك مثلا، او مش هنروح نحطها جنب الكوكبيت عند الكابتن فالكابتن يحصل له حاجه، او الاجهزه اللي متحكمه في الطياره يحصل لها حاجه. فلازم هناخد الشنطه دي هنرجعها في اخر الطياره. طبعا مش في كل الطيارات اخر الطياره هو اهم حته ان احنا نقدر نستخدمها، ولكن بتختلف من نوع لنوع تاني. يعني في انواع طيارات ممكن نحطها في مكان معين، وفي انا مش عايز اقول لكم على الاماكن بالظبط، ولكن بتختلف من طياره لطياره. فاحنا لو قدرنا ناخد القنبله دي وهي طلعت متحركه فبنحطها في اقل مكان يسبب خسائر في الطياره، وبنحطها على ارتفاع معين جنب باب معين، وبنغطيها تماما بكل اي حاجه نقدر نغطيها بيها، شنط نقدر نستخدمها، البطاطين اللي موجوده في الطياره، المخدات اللي موجوده في الطياره، نقدر نكتم القنبله على قد ما نقدر. الباب اللي هيبقى جنب الطياره اللي جنب القنبله دوت لازم يتعمل على وضع ان هو يفتح بطريقه عاديه مش طريقه emergency، يعني على الديس ارمد بوزيشن مش على الارمد بوزيشن، علشان لو لا قدر الله قنبله انفجرت الباب يبقى اقل ارتباطا بجسم الطياره فيتخلع ويطير بره الطياره لو لا قدر الله قنبله انفجرت. لكن لو هو معمول على الارمد بوزيشن بيكون متثبت في حاجه تانية اسمها جيرت بار، بتبقى موجوده تحت، بتربط السلايد رافت بالجسم الطياره. ولو عاملينها على الارمد ممكن كمان يخلي السلايد تفتح فتخبط في ديل الطياره لو لا قدر الله. يعني ليها حاجات كتير، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نكتم القنبله دي بالشنط والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. وبنبعد طبعا الركاب اللي قاعدين جنب الموضوع ده، بنبعدهم على قد ما نقدر، حتى لو هنقعد 2 ركاب على كرسي واحد، ولكن بنبعد الركاب عن مصدر القنبله. طيب لو القنبله مش بتتحرك، يعني مربوطه في المكان وهيبقى فيه ريسك لو حركناها من مكانها فهتنفجر، بنبعد الركاب عن المكان دوت على قد ما نقدر، نبعدهم تماما. وعايز اقول لكم ان هو احنا ما بقاش لينا اي تصرف في الوضع ان القنبله مربوطه لو اتحركت هتنفجر لا قدر الله. كمان في نوع لو واحد قال انا معايا حزام ناسف وهفجر القنبله، الحزام ده وهفجر نفسي في الطياره، ولو ما عملتوش الاجراءات اللي انا هقول لكم عليها دي بتخش تحت بند الهاي جاك او اختطاف الطائرات. هعمل لها فيديو تاني ان شاء الله، ولكن النهارده بس حبيت اقول لكم ايه الاجراءات اللي احنا بنتخذها، ازاي الكابين كرو ناس مهمه جدا 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 على الطياره، وان الكباتن ما تقدرش تستغنى عننا، وان احنا شغلتنا مش تافهه زي ما ناس كتير فاكره ان احنا شغلتنا تافهه. لا، احنا معرضين ان احنا نشوف حاجات كتير جدا خطر في الطياره. الكابين كرو الكويس اللي دارس اللي حافظ شغلته بيقدر يتصرف صح في الاوقات الصعبه اللي زي دي. احب انقل لكم كل الخبرات، انا ما حصلتليش حاجه زي كده والحمد لله، ويا رب ان شاء الله ما تحصليش وما تحصلناش كلنا، ولكن هي دي الاجراءات اللي موجوده، مش اللي قبلينا اللي حاطينها، ولكن مصنعين الطيارات والطيران والخبراء في عالم الطيران هم اللي حددوا الاجراءات دي اللي احنا بنتخذها. محدش بيعمل حاجه بمزاجه، كل حاجه ليها تشيك ليست، وكل حاجه ليها اجراءات 1 2 3 بنمشي عليها. يا رب اشوفكم كلكم مضيفين طيران. لو عجبك فيديو زي دوت وحابين اعمل فيديوهات تانية عن تجارب ممكن تكون حصلت لي او نعرف عنها المعلومات الكتير اللي زي دي، اقدر اعمل لكم فيديوهات كتير عن الاجراءات اللي بناخدها لو لا قدر الله حصل اي مشاكل في الطياره. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. وحشتوني جدا، اشوفكم على خير، سلام عليكم.